التاريخ: الفاتح من فيفري 2015. المكان: بلدية الأربعاء، ولاية البليدة، بالتحديد حي الفحص. الحادثة: حريق ينشب بمنزل عائلة سبيحي. بيت يقطنه 4 إخوة رفقة زوجاتهم وأبنائهم ووالدتهم. إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعوها كأنه رؤوس الشياطين طلعوها كأنه رؤوس الشياطين الظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعوها كأنه رؤوس الشياطين طلعوها كأنه رؤوس الشياطين طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. جوايه 10:30 ولا قلت له انا راقدين هنا في الدار، قلت له تخرج معايا للتواليت. خرجنا نورمال، وصلنا قدام عندنا واحد الزنيقه في التواليت تاعنا، وقفنا ثم شمينا ريحه الدخان. قال لي بالك الجيران شالينا، قال لي كتشمي في ريحه الدخان؟ قلت له راني نشم. قلت انا بالك الجيران ولا كشما يواسوا في الطريق؟ نورمال. دخلنا هو الاولاني وانا موراه. كي فتحنا الباب باه ندخل صبت النار شاعله في الكوانه، شافها هو من بعد شفتها انايا. نورمال. خرجنا كامل نتجارى، ومن بعد راح لوسي الكبير قالوا لا غير نروح نعاود نولي نروح نشوف. كي عاود ولا راح شاف صاب الباب تاع التواليت مسكره، يعني با يدخل يشوف اسكو النار يشعل ولا ما يشعل، شوفوا غير في الدخان خارج والباب تاع التواليت مسكره. خفنا بان نعاودوا نخرجوا، ولينا نطلعوا الفوق نورمال. غدوه من ذاك الصباح كي خرجوا راحوا صلاو الفجر، كي عاودوا ولاو راح طل في الفيسي صاب الباب انفتحت، وصبنا واحد شغل مش عارفه كيش عفسه هكذا. المهم رماد كحل في الكوانه. خلاص مدينا ما جبنا فيها، درنا صوره البقاله ورقينا ونحصنوا رواحنا وخلاص مدينا ما جبنا فيها. العائلة لم تأخذ أمر الحريق بجدية، وبعد مرور يومين من بعد قاعدين كامل في الشامبره منا مع العجوزه. من بعد لوسي خرج راح هشك التواليت، ومن بعد جا داخل بدا عيط. سمعوا النار يشعل النار يشعل، قلنا له النار راهي شاعله. كي خرجنا صمنا في الطابي تاع الباب ماشي بزاف، شغل الشمعه شعلتها صغيره النار، دار هكا برجلو طفاها وخلاص مدينا ما جبنا فيها. دخلنا قصروا نضحكوا نورمال. زاد شعلت في بيبيوتك تاع الصالون، الدخان قوي والنار صغيره. كانوا طلعوا فوق جويه 11 تاع الليل ولا كيما صورته في الصالون. الحريق هذا كان اللي طفيته باسكو كنت راقد في الليل، وفي النهار يسمى نص جوه 10 انا راقد في الدار وقالوا لي النار شعله. دخلت للصالون لقيتها شعله، انا طفيتها في الصالون وهي زاد شعلت لي هنا في لاكوافيز. كوش صورتوها في لاكوافيز شعلت، انا نطفي في القجر منها يتشعل منها، تشعل نطفي الدوزيام شعلت لي في الطروازيام. هكذاك شغل راهم يلعبوا معاك. في الوقت الذي انشغل أفراد العائلة بإطفاء الحريق في غرفة المعيشة، اشتعلت النار في فناء المنزل. حنجيبوا البيتون صفتي راحت الكوزينه باش تعمر الماء. زاد قالت لي رفيقه خرجي للساحه كاين النار في الساحه. كي خرجنا لقينا كوزينه كانت عندنا محجوره. كي دخلنا ضربنا الباب بركله لقينا الدخان اكثر من النار، ونضنا وحدنا الله اكبر الله اكبر. طفيناها وحدنا وجات جارتنا مسكينه قالت لي قالت لي شميت ريحه الدخان وشفتها، قالت لي عرفت بلي عندكم حاجه. حوادث الحريق أخذت مجراً آخر، والخوف سيد الموقف في هذا البيت.
خوف من أن ينتقل الحريق إلى الطابق الثاني، وقد حدث ذلك فعلاً في 7 فيفري. كلوسات احنا كنا برا كنا راح نسقهوا جاء تليفون لي قالوا لي النار شعلت. كي جينا ما لقيناش كيف ندخلوا، طلعنا منا من البالكون وطلعنا جماعه فرصه والباب ودخلوا كسروا كلش وطفوا النار. شعلت في السرير تاع وليدي هنا كما راك تشوفي، والباب لقيناها من ناحيه لهبت فيها النار ولات حموم وتكاو على البناك هذو. بعد أخذ شهادة الابن حول الحريق في الطابق الثاني، أكملنا عملنا بأخذ صور للحادثة إلى أن سمعنا صراخاً من الطابق السفلي. لم نجد تفسيراً مناسباً لما رأيناه. أكملنا عملنا بأخذ شهادات أفراد العائلة. بعد ما صارت تاع البيفي وتاع البلاكار وكل حاجه والفوقه تاع لوستي سلفي الفوق، صلينا الظهر جماعه، كنا نصلوا، ما كانوش يروحوا رجال كامل من الدار، نصلوا جماعه نساء ورجال هنا في الصالون. صليت كنت نقرا مع الاول في سوره البقره هنا في الدار، كي قالوا الظهر نوضوا تصلوا رحت نصلي معاهم، صلينا نورمال جماعه. عاودت وليت قاعده انا فوق البنك، شد المصحف كمل نقرا في اسمه في الصوره، انا نقرا حتى شت الباب والتاقه نغلقوا كيف والمصحف والتلفزيون كنت دايرته في القران ونقرا. طبق لي المصحف في يدي، شغل المصحف هكا حاب ينجبد من يدي يتنحى، بقيت نكبر ونشاهد. جيت راح النوض حسيت واحد حكم لي هكذا، شغل جيفني يدي فشلوا، المصحف طاح من يدي فشلوا خلاص. جيت باه النوض، من بعد قلت كي المصحف تواسع رحت باه نعاود نشعل التلفزيون. كانت جارتنا هنايا كنا صباح كي نوضنا ديجا اطفى التلفزيون وحده، كنا دايرينه بيتوه بالقران شاعل، اطفى التلفزيون وحده. قلت له انت طفي التلفزيون، قال لي ما طفيتوش، حنا واحد ما ناض. انا وقفت هكا من بلاصتي، درت خطوه لور راح نروح نشعل التلفزيون وهي النار شعلت في البلاصه اللي كنت قاعده فيها بالذات. جيت بانو نلحق لي الباب باه ندقدق باه يفتحوا لي الباب، يديا ما قدرتش نخدم بهم، يديا فشلوا شويه، واحد هكذا شاد لي يديا، لحقت الباب بديت ندقدق هكذا غير بالعقل، شغل ما سمعونيش. ومن بعد النار قوات مع الوقت شغل صغيره حتى شت النار قوات، كي قوات النار هذاك اللي كان خانقني طلقني صايي، بديت نكبر ونصقي، ما فوقتش حتى هما جاو فتحوا هنا الباب. سماع صراخ زوجة الابن كان بمثابة الإنذار لأفراد العائلة، كلهم سارعوا إلى غرفتها. سمعنا العياط هنايا، أرواح شعلت النار أنا في الشمبرة، حبت نجري، جيت لهنا نضرب في الباب، نضرب فيها، أنا نقول لك نضرب فيها هكذا، ما حبيتش تفتح، من بعد جاو عاونوني، كاع نخبطوا فيها، كاع نخبطوا في الباب، نضربوا بالك واحد 10 ولا 15 واحد هنا الجيران تاعنا هنايا كاع نضربوا في الباب تاع شغل دير الرسول تعاود تولي. ومن بعد عاودنا رحنا من جهه اللي منا مول الدار هنايا، كسرنا تاقه هذه، طلعت انايا هي واقفه هنا شاده المصحف وتبكي، انا نقول لها ارواحي باش ارواحي، تقول لي ما قدرتش، شاده المصحف تقول لي ما قدرتش. قلت لها استنى، حبت لهنا رفتها عطيتها لهم التاقه، رفتها يابسه كاع ولات لوحه، عطيتها لهم منها متاقه، ومن بعد عطاوني الماء بديت طفيت النار هذيك هنا. الأحداث الغريبة دفعت بالرجال إلى ملازمة منزلهم خوفاً من حريق قد ينشب في أي لحظة ودون سابق إنذار. احنا البارح كنا قاعدين في الشمبره هذه اللي هنايا، كنا خايفين وقاعدين نقصروا واش راهو يصرا
وكنا نستناو واش حيزيد يصرالنا، خايفين واش راح يزيد يصرالنا. حنا قاعدين هنايا وما سمعنا زوج خبطات، الخبطه الاولى سمعتها سلفتي، قعدت هكذا تغزر يتغامزوا كاع بيناتهم مخلوعين. بعد انا غزرت فيها قلت لها ما كان والو الفرنو، بعد سكتت. بعد وليد سلفتي وليد دوستي قال لها واقع نلبس حوايجي، مالا كي ولات الخبط هكا نلبس حوايجي. وحنا عم بالهم يخوفوا فينا باسكو نسمعوا المشيه، نسمعوا تقربيع، نسمعوا الخبيط هكا. ومن بعد زاد واحد مي با ثواني زدنا كشر واحد دقدق لنا في الباب. حنا قلنا هما يدقدقوا. ومن بعد كي خرجنا طلينا في الباب لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا هذه المرة النيران تعدت حدود أسوار المنزل، والدور كان على السيارة، والشاهدة على نشوب الحريق ابنة الجيران. لوح الداخل، لوح الداخل، لوح الداخل. افتح الباب، افتح الباب ما تخافش. افتح هيا منا، هيا منا. رش بالله، رش ثمه، رش الداخل طابله. اصبر محمد، افتح الكابو خلينا نحو الاخر. كنت قاعدة نتفرج في لاتيلي في الدار، كانت واقيلا 9:30 هكاك، حتى شفت حاجة كلاضة، سمعت حاجة كلاضة، غير خرجت من الدار لهنا صوت النار تشعل في الطوموبيل، بديت نسوق اسمها خرجوا الناس شافوا بلي النار يتشعل. كي خرجتي ما لقيتي حتى واحد ما كان كاين في الحومة، واحد ما كان كاين، غير النار تشعل في الطوموبيل. أبناء الحي أول الواصلين إلى مكان الحادث. نتكلم على الموقف اللي شفتوه البارح على الطوموبيل اللي شعلت، يعني حاجه مستغربين، يعني حضرنا قبل ما يوصلوا هما، كانوا في الدار يتعشاو في الليل، حضرنا الدخان داخل الطوموبيل مريض وتكلاطي، وجينا نفتحوا البيبان ما حبوش يفتحوا، حجره باش نكسروا السجاج ما حبش يكسر السجاج، كيما صارت لهم من الفوق سكروا عليهم البيبان ما كاش كيدخلوا. هاو واحد بومبي حاضر شاي التيروار جاي خرجوا برا شعل وحده، خط القوه هرب. هذه واحده من المواقف اللي عم يقولوا باللي هما شعلوا النار، باللي هما عم يخدموا فيها. تاع الطوموبيل بقينا نستغربين فيها، كيف فتحنا الطوموبيل بدينا نرموا في الماء دخان برك ابيض، بصح الدنيا مشعوله لداخل. اللافت للانتباه في الشهادات والروايات المقدمة من طرف العائلة هي الظواهر التي تصاحب الحريق اللغز. حنا نطفوها من تشعلنا برجلينا ونزيدو نطفوها برجلينا تشعلنا في الكوانات. المهم تشعل غير في الكوانات كما صورتو في الصالو ثان الصالو كشغل بداو يخلعوا فينا، بداو طيحوا الطباصه، كي طيحوا الطباصه عاودوا زادوا شعلوها. وبعد ماما قالت لنا من هاني عيانه ما نفجر الطباصه. في الليل بداو رفدوا هذوك الطباصه قعدوا كشغل يوسوا في البيبان، يضربوا في البيبان بالطباصه. بعد كي ضربوا في البيبان بالطباصه طلعوا للفوقه حرقوا لنا كلش. التوقيت المضبوط والمتكرر للحريق، الرائحة الغريبة المنبعثة وغيرها، الأحداث تتسلسل وهذا لسان حال الأسرة. كاين وقت محدد شوفي تشعل مول العيشه، جويه مول العيشه يسمى كي نقول لك مول العيشه، جويه العشرة هكذاك من العيشه والفوقها شويه، والصباح على 10 وعلى الظهر مو صلاه الظهر. هاكو تشتوها بعينكم كي زاد شعلت في الكنابي. كان الصباح كي ناضت توقع على 7 على 8 ولا ما باش على قداه كي ناضت الصباح ساعه ولا 2 سوايع فتخرج الدخان باش يخرج النار، يخرج الدخان كشغل الريحه وباك تولي الدخان بزاف باش شويه تاع نار. هاكو شتو وحدكم ما رانا نكذبوا ما رانا نحرقوا في دارنا، حنا ماناش مهابل. في الليل هيداك وقت المغرب لما بشحال افتح الباب تاعو باسكو حنا نخلطوا كاع مشعولين في الدار، حتى حاجه ما نطفوها. دار كيما نقولوا حنا محبس كاع على الباب، المحبس هذاك دار وحده. لو كان ما شفتوش سلفتي واحد معاه قالت لي نكذب روحي، المحبس دار وحده مع البلا الاخر واش يقولوا الباب تاع البوطاجي هذاك، فلان رايحه موليه وحدها.
قالت لي لو كان كنت وحدي وشفت، قالت لي من امش، قالت لي اورزمو كان واحد معايا، قالت لي بدينا نكبروا 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 ودخلنا للدار وانا عايشين في رعب كبير. وعلى كل حال الحمد لله. بعد الحادثة الأولى والثانية استنجدت العائلة برقاة شرعيين بحثاً عن تفسير ربما لهذا الأمر المحير. الرقاة اللي جبناهم جاو يعطيهم الصحة بارك الله فيهم، جاو شحال من واحد، جاو لكن نقول لك 10 15 يجي واحد غدوه من ذاك زيد يجي واحد، وكاين اللي ما نعيطوا لهمش كاع ويجوا، جاو لينا وجاو رقا، والاخر يقول لك اليوم خلاص غدوه من ذاك تولي كيف كيف، نزيد نجيبوا واحد اخر زيد تعاود تولي كيف كيف. هذا الجان اللي راهم يهضروا عليه قال لك هو يدير لك التكرار هذا تاع النار ويدير لك حوادث غريبه في الدار، قال لك هو باش هو اللي يدير لك هذا باش تهربي من الدار، باش تخلي الدار وتروحي. العائلة تشتت شملها، أطفالها يعيشون الرعب يومياً. السلطات جاو شافوا قال لك هذا امر الله، هو امر طبيعي، بالك ابتلاء، بالك هكذا، احنا ما الانسان ما راحش يخرج من الابتلاء هذا، ربي يمد لك الضر سي نورمال، دوك الانسان يصبر، بالك ربي يبتلي فينا، احنا ما هدرنا والو، بصح شويه دوك انايا هاو الفرش تاعنا لو كان تولي مثال حوايج داخل الدار معليش كي تولي الحريق والنار، احنا ولادنا هربناهم كل واحد وراه بايت، هاك شفتوا الفراش هنايا الحاله كاع مشرده كاع. واقع هذا المنزل المريب أحاط عائلة سبيحي بهالة من الإشاعات والتأويلات الغريبة. انا مشيت واحد الطوموبيل كيما هذه راح يحرقها، هو شغل راح يخرج بحري، مانيش عارفين لا يرمبورسوا ولا ما يرمبورسولوش، وها موراهم الورق، هاي وراهم الورق. طوموبيل عندها من 31 ديسمبر وهي ميته لاسيرونس، هاي وراهي خويا، هاي وراهي 31 ديسمبر هي ميته، شفت كيفاه؟ كاين اللي الطوموبيل تاعو لاسيرونس تاعو ميته ويحرق الطوموبيل تاعو يسمى يخرج بحري. اتجهنا إلى جيران هذا البيت للبحث عن تفسيرات لما يحدث في منزل سبيحي. خرجت هضره باللي يقولوا هذو قزازنين وسحاحره وشعواذه، عندي 45 سنه في عمري، خاطيهم السحر، خاطيهم قزازنا، هما يروحوا عندي قزازنا ما يروحوش، ما تاع طلبه ما تاع طلبه ما تاع حتى حاجه، لو كان باغي يسعروا يقيسوا جيرانهم من الاولين. الناس راهي تهدر وخلاص، هذه النار راهم يشعلوها الجنون، الله يسترنا يا ربي الله ينجينا، هذه النار راهم يشعلوها الجنون، كنتم مقبله لداخل وهي شعلت، هذا كيف هذه يروحوا بياطوا له سكنه تاع زوجة ديالو كوزينه، هم لاباس بهم. نعطيك دليل صغير، هذو الناس عندهم تيره لو كان يبيعوها عباك شحال تسوى كبيره، عندهم تيره كبيره، عندهم فيلات دخلي تشوفي بنيان يطمح في الصندوق اللي يعطيه له، هما واش راهم يطالبوا؟ ماهمش يطالبوا سكن، راهم يطالبوا سكن كيما نقولوا بروفيزوار، حتى علاه وين راه الدوله مسؤوله على المواطنين، وين راه وزاره شؤون دينيه تتكفل بهم، تجيبوا لهم رقات من الخارج. بيت عائلة سبيحي الظاهرة بات حديث العام والخاص، الخوف تسرب من جدران هذا البيت إلى باقي البيوت المجاورة. السكان دخلوا في احتجاجات وهم يطالبون السلطات بإيجاد حل سريع لحوادث مريبة تجاوزت يومها 20. الناس هذو مسلمين واللي يسالوا في الاسلام قمنا به حتى ابري 10 ايام وحنا نستناو ما كاش اللي جا، صح جاو لابوليس ووقفوا معنا، وجاو الحمايه المدنيه وقفوا معنا، والرقات وقفوا معنا، وحنايا جينا نضررنا من المساله هذه. لازم السلطات تشوف لهم حاجه. كي قطعنا طريق رحنا البلديه قمنا باحتجاج، ما حبش يخرج لينا المير 4 سوايع ولا 5 سوايع، ما حبش يخرج. الشاف دايره ما حبش يستقبلنا، لابوليس يعني حتى لابوليس وقفوا معنا باش يديروا لنا موعد معاه وما حبش يستقبلنا. 20 جور ماناش نرقدوا، انا مانيش نرقد، مانيش نروح لخدمتي، جيراني واحد ما ويروح، علاه نستناو غير النار وقت تشعل. دوك الا تصرى حادثه ويموت كاش طفل ولا تنحرق كاش مراه، وعلى بالكم باللي المراه خزنوها لداخل الشومبرا وكانوا يحرقوها وبتشواب كسرنا ثقه باش خرجناها. كاين اللي يدير في مرتو هاك، كاين اللي يدير في ولادو هاك، كاين اللي يحرق طوموبيلتو. احاشموا شويه واش بيكم، اروحوا شوفوا الناس هذو. حماية مدنية. وعليكم السلام، مرحبا بك. وين؟ حي فاس. ميكلشي شكون هذا الدار؟ سبيحي. ميكلشي سبيحي هذه موالف تشعل.
ينطلق إنذار الحماية المدنية وتستعد الوحدات للانطلاق إلى منزل عائلة سبيحي. يوم 7 ابريل كان عندنا 2 تدخلات، واحد على 2:30 تاع الليل، والثاني في اليوم الموالي على 11:40 دقيقة. الحريق الثالث اندلع يوم 9 على 12:10. أما فيما يخص الحريق الرابع كان يوم 17 فبراير على الساعة 2 زوالا. التدخل الخامس كان يوم 18 على الساعة 9 وين اشتعلت السيارة اللي كانت في الفيناء. التدخل الأخير اللي كان عندنا كان يوم 22 وين توجهنا كذلك المكان على الساعة 11 في الطابق العلوي. سؤالنا كان محدداً ومباشراً لمسؤول وحدة الحماية المدنية بالأربعاء: ما هو تقييمكم بعد معاينة مكان الحادث؟ فكان هذا جوابه. لكن احنا من خلال البحث في البحث والتحري في اسباب الحريق هذا لحد الان ما لقيناش اسباب ظاهره تبين ان هذا الحريق مفتعل ولا ان اباراي الكتريك ولا اللي سبت في الحريق. البحث عن الإجابة دفعنا هذه المرة إلى استدعاء مختص في علوم الدين، ربما نجد حجة مقنعة. هذا لا يصدق عقلاً أو نقلاً أو شرعاً، أنه أي إنسان يريد إلحاق الضرر بنفسه. فالإنسان عايش ما شاء الله في سعادة من الدنيا، ثم يشعل النار في بيته، في الفراش، في الوسادة، في أركان الزوايا البيت، في السطح. هذا شيء لا يعقل، لا يتقبله العقل من إنسان عاقل بالغ أن يشتعل النار في بيته. هذا منطقيا أنا لا أظنه أنه فعلا من تلقاء نفس هذه الأسرة، بل فعل بفعل فاعل أو سبب من الأسباب، سبب السحر، والسحر يراد به الترحيل أو الانتقام. تفسيرات وشروحات فصل فيها المختص في الدين. النوع هذا الإصابة هذا البيت بالنوع من السحر يسمى بسحر، ذكر صاحب شمس المعارف الكبرى وكتاب سحر وبالحاج الكبير المغربي، يسمى بسحر الإرسال أو بسحر الترجيم، كما هو معروف في الغرب الجزائري بالرجمية. يقوم الساحر بإحضار أدوات السحر كجلود الحيوانات والعظام الحيوانات المفترسة ويسحقها، ويكتب جدول، والجدول هذا يكون على شكل حروف وأرقام ورموز، حروف شياطين يستعين بها ويتلو الطلاسم والعزائم، ثم يقوم بالبخور ويقوم بالعزيمة والتوكل، فيحدث تلك إشعال النار في الممتلكات ويثير الرعب في الأسرة. هذا في الأصل هو ظلم لا يجوز شرعا. هذا السحر من السحر الناري، وهذا سحر الإرسال أو سحر الرجمية يستعمل عادة في فصل الخريف والربيع وفصل الشتاء، وقد يكون في البيت وقد يكون في شخص داخل البيت، ويظهر بالبرودة والتنميل والارتعاش. واصل حديثه وقد استوقفنا كلامه عن الأحداث المتسلسلة لتوقيت الحريق والظواهر المصاحبة للحوادث. غالبا ما يحصل الحريق في البيوت المغلقة الأبواب مثل الدواليب، وغالبا كذلك لا يحصل الحريق إلا عند وجود أحد السكان وهو داخل المنزل. كذلك غالبا ما يحصل الحريق إلا في نطاق ضيق، يعني في سطائر أو في فراش أو في أركان البيت أو في سطح الجدران. وعندها أوقات محددة، قد تكون في الصباح، قد تكون بعد العصر، قد تكون في الليل، ويراد به الترحيل أو الانتقام. وتخرج من هذا السحر رائحة نتنة كريهة كرائحة الحنتيت أو الكبريت أو شيء من هذا القبيل. ظاهرة غريبة يبقى مرتكبها مجهولا،
من المتهم؟ ومن الطرف المستفيد من حرق المنزل؟ أسئلة بلا إجابة، لكن الحقيقة الوحيدة التي لا يمكن إنكارها: عائلة سبيحي تشتت شملها. لا سيارة ولا أثاث. النار لا زالت تلتهم أسوار منزلها لحد الساعة.